وبالصور نرصد في الساعات الأولى من صباح اليوم ترحيل عائلات سورية من الجزائر إلى المغرب، وتأكيدات منها بأنها عبرت إلى المغرب في يسر وسهولة دون ما اعتراض من الحرس الحدودي الجزائري، بل إنها تؤكد بأن عناصر جزائرية بزي مدني اصطحبتها حتى الحدود المشتركة مع المغرب لتدفع بها إلى الوجهة الأخرى أي تراب المملكة المغربية. نزلتوا في اي مطار في الجزائر؟ اي مطار؟ ايوه هواري بومدين. هواري بومدين ايوه. واشرتوا على الجوازات؟ دخول ايوه دخول. كم واحد نزلتوا تما؟ انا نزلت انا وعيالي واخوتي 4، يعني حوالي 8. 8. ومن مطار الهواري بومدين وين رحتوا؟ جينا على بالحافلات. بالحافلات وجينا على الطريق الحدود التهريب. مدنيين يعني دلونا هنا جو معنا. جت السلطه الجزائريه. واش السلطه ولا عسكريين هذو؟ ما نعرف، احنا نقول عندنا سلطه يعني ببلاد. عسكريين في جوكم بهالسياره ورجعوا في حالهم؟ ايوه وقفوا هنا. سيناريو يعيد إلى الأذان السياسة التي سلكتها السلطات الجزائرية سابقا مع المنحدرين من جنوب الصحراء، وإصرار من الجزائر على إعادته مجددا، لكن هذه المرة مع السوريين في خرق سافر للقواعد الإنسانية وقواعد حسن الجوار. رحلة شقاء كانت انطلاقتها من سوريا، حرب، جوع، برد قارس، وظروف لا إنسانية ومعاناة امتدت فصولها من ديارهم وحتى الجزائر، حيث فوجئوا بالترحيل والطرد نحو المغرب. رحبت المملكة المغربية